هلا شوفوا أزي أني إذا أني ما حكيت هذا الموضوع، مو جبت هذا الموضوع وسكت، كل حدا راح يفهمني غلط. صح صح. أول شيء آسف لهالأيام. دوم قلت يعني حس يعني حس أني أحب أحترم، حس عندي شي غالي وهيك بس أني مو أحس لهذا الكلام نيعة، يعني نيعة صافي. آسف بس مو أحس هيك. إذا كلامي غلط من الحين آسف، أقول لأنه راح أحكي. بس مو آسف، ما أشوف هذا الشي صافي، يعني هذا كلام أول شي كله غلط. أنت إذا صار عندك مشكلة، إذا في عندك موضوع، إذا أنت زعلان، إذا أي شي، عندي سناب في انستغرام، ادخل على الانستغرام اللي مالي اللي عندي. أنا مو ضايف كل البرنامج، أنا أحس حتى مو ضايف كل حدا من برنامج، ضايف 4-5 شخص، واحد منهم حس. شوف من انستغرام فيك تبعت لي رسالة، في السناب شات فيك تبعت لي رسالة، بس لازم تفكر إذا هذا كلام قلت في اللايف، ناس شو يصير تغلب علي، تغلب على عمار، على ناصر، لأنه يفكرون نحنا نرفض حس، نحنا مو نبغى نطلع مع حس، نحنا مش نحب حس. أول شيء يفكروا هيك. شيء تاني، إذا أنت زعلان يا أخي فيتك تتصل علي تقول ديمو هيك الموضوع، ولا عمار ولا ناصر هيك موضوع. أنا زعلان، لا تقولوا مو أنتي قست الرابع، كل حدا يعرف مين قست الرابع. أني وقت كنت في اللايف عمار طلعنا على قست الصغيرة، تفكرون ماني أعرف، مو كنتوا موجودين كلكم. أني وقت طلعت هدوك الوقت هو قال كلام، قال أنا في دبي بنات أمريكان ستايل، مو ضايل أحلاق ودين وأي شيء. قدامي قال هذا الكلام، قدامي أنا ألبس أمريكان ستايل والحمد لله عندي أحلاق يعني، بس مو يعني سكت، ما عملت مشكلة، مو قلت أي شيء عليه، لأنه أنا أشوفه أخوي مو أبي يجي على مشكلة. سكت، عملت حالي ماني أعرف، ماني سامع. عصبت، زعلت، وهو فهم إني أنا زعلت. مو قال لي من سناب دي، مو قصدي، مو كان هيك ولا أي شيء، مو فتح الموضوع. بعدين كمان قلت أوكي عادي، طلعت معه قست، لأنه أنا أشوفه أخوي، عندي وفاء يا أخي. أوكي يمكن هدوك الوقت غلط، أنت مش كنت تفكر شو وين يجي كلامك غلط، بس أنا سكت لأنه أنا أشوفك أخوي. بس إذا أنت تشوفنا أخوان، نفس أنت اللي تقول غاليين، شنو أكتر الناس اللي قريبة علي الحين يرفضني، أكتر الناس قريبة عليك أني وحس وقصدك ناصر. صح يا أخي. أوكي أني قريبة عليك، أني قريب، أكتر شيء الناس القريبة عليك. وقت صار زلزلة في الحطاي، آسف والله بس عصبت، وقت صار زلزلة في الحطاي عمار كل يوم 10 مرات يتصل علي، كل يوم. ناصر نفس الشيء، يتصل علي ديمو شو صار، ديمو في شيء، ديمو ريلاكس، ديمو هيك، ربي يجعل خير، ديمو هيك. حس بعد الأسبوع كتب لي، بعد الأسبوع انت صحت علي ديمو، انت تمام، اهلك تمام، فيك شيء، فيتني اعمل شيء اي شيء، صحت علي؟ لا، بعد الأسبوع تكتب لي. وين قريب علي؟ وين قريب يعني؟ والله ماني عصبت، بس هذا كلام كله غلط. شيء تاني، هو يقول اني اللي نحنا نرفض من اي شيء. صار كم يوم؟ 20 يوم صار 20 يوم. اني شو اقول لكم يا اخوان يا حبايب، عندي مشكلة، ابعت قست يقول ما فيتنا نعمل كونتاكت، ابعت قست يبين عندي يرفضني.
يجي عليه قيس يبين عندهم يرفض. عندي مشكلة، صار 20 يوم أني أقول هذا الكلام، 20 يوم أني نزلوا مقطع علي اللي أني أقول أخوان حسحس مو يطلع عندي، حسحس عندي مو يطلع، أني أخذ الحسحس على قيس بس مو في ولا صوت ولا فيديو ولا شيء ولا بطيخ. أني أقول هذا الشيء، حسحس شو رايح؟ كاتب كومنت عليه لا ترفضني. يا في فيديو والله اني محسن شفته وين هو، في فيديو اللي انا اخذ الحسحس اقول حسحس مو في صوتك، حسحس مو في فيديو، حسحس اني اقول مو في، مش موجود. في فيديو كان اني شفت اذا انت زعلان من هذا الشيء فيك تتصل علي انا اقول لك، مو تطلع في اللايف يرفضوني ومدري شنو. ووقت صح دقيقة، رفضته. كيف رفضته؟ تفكرون اللي أنا وأمار كنا نبغى نطلع مع بعض؟ مو يصير. كان كمان مشكلة، كان في مشكلة، مو كنا نطلع قست مع بعض. قفلنا اللايف، أنا قفلت أول، بعدين أمار قال يلا أنا أقفل، جاي دقتين، هدوك الدقتين حس بعد قست. هلا يا حبيبي، اللي زلمي شخص قفل اللايف عشان يطلع معي، صح قال بس دقيقتين جاي، قفل الآن. بعد قفلت اللايف ورجعت. اني انتر أمار اللي يجي قست، كيف اخذن على قست؟ شخص يقول علي دقيقتين بس جاي، انا كيف اخذ قست غير قست؟ هذاك الوقت رفضت حسحس 13 مرة في الدقيقتين، رفضت حسحس. اني هذا كلام صحيح اللي يقول اني رفضت حسحس 13 مرة، لانه أمار كان جاي بعد الدقيقتين اللي يرفض. وشي أصل شيء يعني أنا مو أرفض، أنا عندي مشكلة في القستات، عندي حتى يبين ناس يرفضوني بس مو يرفضوني. شي ثلاث كان قايل وقت اللي كنا اكسبلور، كل حدا كان يبغى يطلع معانا، الحين وقعنا مدري شنو الحين وقعنا، صاروا مو يطلع معانا، يرفضونا. أول شيء أني الحمد لله عندي متابعين مو قليل يعني أكتر، الحمد لله مو محتاج المتابعين. وأني أول عرفت أمار، حتى نحن وقت اللي دخلنا قست مع أمار كنا نجيب الإكسبلور، يعني أمار وأني كنا نطلع إكسبلور، يعني مو محتاجين كنا إكسبلور من حدا تاني. هذا كلام غلط كمان، غلط فوق غلط دوم. نحن مش كنا محتاجين إكسبلور، لأنه عندنا كان إكسبلور. أنا كيف تعرفت حسحس كان بيت أمار، أنا طلعت قست مع أمار، شفت حسحس لأنه أحترم قوي على أمار، كل الأصدقاء تبع الأمار كمان أحترمون. شفت حسحس هو قال لي دي موظفيني نطلع قستات، أنا قلت عادي أخي، يعني نطلع يعني مو في مشكلة، لأنه ما شفت شيء غلط منه لها الأيام على بيرحة. قلت عادي نطلع، يعني أني أبغى إكسبلور، أني اللي أذا إكسبلور أبغى إكسبلور، أني اللي كنت قلت ممكن تضفني نطلع سوا، أني كنت أصير لسكة هيك على ناس، أني كنت أصير لسكة إذا أني أبغى إكسبلور. الحمد لله أني مو محتاج ولا إكسبلور ولا متابعين، ولا أني ولا أمار ولا ناصر ولا واحد منا مو محتاج إكسبلور. هذا كلام شنو؟ هذا كلام كله غلط.
والله اسف بس مو بقبل هذا الشيء اللي يحكوا علي هيك وعلى صديقيني هيك. والشيء ثاني، كلكم شاحت القسط الذهبي. نطلع قسطات. اني جاهز، عمر جاهز، ناصر جاهز. وينو حسحس؟ في الجولة. اوكي يلا ننطر ناس يروح حسحس قسط ذهب، حسحس قسط ذهب، نبغى قسط ذهب، حسحس قسط ذهب. يعمل حاله مش شايف. اي اسف بس كلام يعني هذا الحقيق. عامل حاله مش شايف، يخلص الجولة يفتح جولة جديدة. نحن ننطر يخلص جولة يفتح جولة، يخلص جولة يفتح جولة. أي يعني مين ما يرد تاني؟ نحن مش نردك ولا انت مش تردنا. مينو وين المشكلة؟ مع مين المشكلة؟ عندنا؟ وش والله انتو كنتوا موجود. يعني وأمار كنا في القسط. اجا ناس جيش حسحس كلهم عشان يمزحوا معانا، يعني يحبون يمزحون، كلنا نحب نمزح مع بعض. حبوا يمزحوا، قال علينا حسحس عمل حديث. كلكم كنتوا شاهد. دشينا القسط، دشينا المسابقة، دشينا كل شيء وبلشنا نتصل عليه. حسحس قال علينا انت عملت حديث، انت ما فيك شيء، شو صار؟ يلا قول على ناس، افتح السبيكر، احكي مع ناس ينتر، ناس هيك يعني في اي شيء. نحن اني عندي اللي اصدقاء اكبر من اكسبلور يجي يروح، اكسبلور يجي يومتين 3 يوم بعدين بوف اكسبلور راح. بس الصديق اللي وفى باكي عليك على الابد. اللي حكوا نحن دشينا كل شيء نتصل عليك. اللي صار زلزل في حطاي كنت تضحك. اسف بس انا زعلت بس كمان مو